بصراحة يعني الحمام بتاعي كله كان واقع. الحمام كله كان متبهدل من السالمونيلا، وما كانش فيه تخصيب، والزغاليل يعني زي ما انتوا شايفين اهو، الله اكبر عليهم. اللهم صل على النبي، يعني شغل بقى جامد قوي. علشان الصورة تبقى كاملة لازم المربي بنفسه هو اللي ينقلها. والنهاردة أستاذ علي صور لنا من الغية بتاعته وورانا شكل الحمام بعد كورس العلاج اللي اشتغلنا بيه معاه. أستاذ علي في البداية لما كلمنا كان القطيع عنده متبهدل، في حالات تنفسي والمعوي مش مظبوط والإنتاج واقع خالص والخصوبة مش كويسة، وكمان في إصابة سالمونيلا معاه في القطيع. بدأنا إن احنا نشتغل معاه بالبروتوكول العلاجي بتاعنا ونمسك حاجة حاجة ونشتغل عليها، والحمد لله وبفضل ربنا بعد شهر ونص من العلاج بدأ إن هو يلاحظ تحسن كبير قوي في التنفسي، وكمان المعوي بتاع الطيور اتظبط. مش بس كده، كمان الإنتاج بدأ إن هو يتزايد والخصوبة بدأت تبقى أحسن، وبدأ إن هو يطلع زغاليل جديدة بصحة كويسة، وكمان صحة الأهالي نفسها اتحسنت بشكل كبير قوي. ودلوقتي يلا بينا نروح في رحلة بسيطة خالص جوه الغية عند أستاذ علي ويقول لنا رأيه في الأدوية وفي المتابعة. وانت كمان ما تنساش لو انت عندك مشاكل تكلمنا على الأرقام الموجودة على الشاشة. السلام عليكم يا مهندسة هدية. أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا أصلا الحمد لله إني من ساعة ما أخدت من حضرتك الكرتونة بتاعت العلاج اللي هي شركة المتحدون. والله أنا أصلا كنت بعاني من فترة من سالمونيلا، وميت لي حمام كتير. الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله. فربنا كرمني يعني بحد وصلني ليكي اللي هو أستاذ عادل أبو صغير، وقال لي اني يعني تابع معاها وان شاء الله هتكون في احسن. فانا والله يعني ما كدبتش ظنه او يعني اتصلت بيكي، ويعني هو اداني الرقم واتصلت بيكو وتابعتي معايا. والله يعني انا اصلا تعبتكم، انا اللي تعبتكم معايا يعني. لولا ما حضرتك يعني وقفت جنبي انا كنت زماني ما كانش يبقى عندي حمام خالص. فالحمد لله الحمد لله دلوقتي المشكله اتحلت، ما عنديش سالمونيلا. بميرضي الله والله، مش مجامله ولا اي حاجه. انت حضرتك على دماغي من فوق، وانا اتشرفت بمعرفتك. وحضرتكم كل الناس اللي شغاله في الشركه عامه يعني على دماغ الناس اللي بتقف مع الناس في الخير. يعني ما بيعرفش يقول انا تعبان والكلام ده. فانا دلوقتي بسم الله ما شاء الله علياته مطلع يعني كله يعني 90%. عندي زغاليل بصحه كويسه، مفيش سالمونيلا، الزبل بتاع الحمام كويس. وبالنسبه لحضرتك برضو ان احنا تعبناكي معانا في المتابعه، يعني بنبعت لك على الواتساب بترد علينا. والله مش شكرانيا في اي حاجه، بس والله فعلا انت بترد علينا وانا بشكرك جدا وربنا يكرمك ويكرم الشركه.